يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا بقى كده في يوم ليلي. قلنا نطلع نتمشى شوية كده على البحر ونقعد في كافيه على البحر. في ماتش احمد رايح يشوفه، فتقريبا هو واخدنا يعني كنوع من انواع المصلحة عشان نتفرج على الماتش. بس فروحت انا ورضوى هناك اهي، ماما اهي. ازيك يا ماما؟ ورايحين بقى على البحر وكده، واول ما نوصل الكافيه هقول لكم. بس اصلا الشوارع كلها شتا ازاي. والناس اللي بتسال عملنا ايه في موضوع البلكونه، الحمد لله احمد ظبطها يعني وكده، ومش ان شاء الله الشتا مش هيبوظها تاني. بس كده عشان ما اطولش عليكم المقدمه دي، لما نوصل الكافيه هرجع لكم تاني على طول. خلاص احنا وصلنا للكافيه، بس واقفين في الجراج اهو بنركن وبتاع. دي مامتي بقى. ايه رايكم؟ مش شبهي صح ولا شبهي ولا اي حاجه؟ هي ماما شبه رضوى. يلا خلاص يلا. هو الاضاءه مش حلوه هنا، بس هنطلع تبقى الاضاءه احسن. يعني اضوء. هنمشي ازاي؟ من هنا؟ فين كده؟ طب يلا هنمشي بقى كده ونطلع على طول. يلا بينا. سامحوني على الاضاءه الضعيفه. بصوا كده، هو الكافيه على البحر وجنب البيت على طول، مفيش بالظبط يعني قعدنا 5 دقايق بالعربيه. اقول لكم بس اسمه اللي قاعدين هنا اهو. اسمه رضوى. اسمه ايه؟ مش عارفه. اسمه ريو تقريبا. ريو اور اللي هو روستري قبل كده. روستري سابقا. بس احنا داخلين بقى الكافيه اهو. هو الماتش الساعة كام؟ أحمد الماتش الساعة كام؟ الماتش ابتدى. طيب هنقعد هنا؟ لا ليلى. بس بقى هنقعد هنا، هيبقى الفيو كده يعني الشارع، بس هو البحر الناحية التانية بس مش باين. بس هنقعد بقى ونشوف ايه، وفي ماتش اهو شغال اللي احنا جايين اصلا عشانه يعني. يلا اقعدي بقى. هعرفكم على العيلة تاني اهي. دي ماما اللي كنت شفتها في المطبخ قبل كده. بقول لهم اي حاجة. شكرا على الكومنتات اللي جت في الفيديو اللي فات. شكرا. بس تقول لكم اكيد سمعتوا. اقول لك شكرا على الكومنتات اللي جت الفيديو اللي فات. ودي رضوى. تقول له ايه؟ تحب تقول شكرا على الكومنتات اللي جت. وده احمد شفتوه كتير اخر مره. ودي ليلى. خلاص هنطلب بقى الحاجات وارجع لكم تاني. بصوا بقى اوريكم المنيو. هو ده المطعم اهو. هو في الشاف على البحر في سيدي بشر، صح؟ سيدي بشر. على البحر في سيدي بشر. تمام. اسمه ريو. تمام. الناس بقى اللي عايشه هنا في سيدي بشر. قلت لكم استنى اياد. بصوا بقى دي المنيو بتاعه. يعني دي الاسعار بقى 64. فاكرين بقى اسعار تركيا؟ نفس الاسعار، مفيش اي اختلاف. مفيش اي اختلاف في الحاجه. بس هنا ممكن زياده شويه في المشروبات. تمام. بصوا دي الاسعار. هنطلب مشروبات يعني المفروض انا عايزه اطلب سحلب مثلا. الناس بقى الموجوده هنا تاخدوا سكرين شوت من المنيو كده ويشوفوها بقى. تمام. بس هو ده الكافيه بقى. وفي بقى طبعا اكل وبتاع. ممكن في يوم نيجي نفطر هنا بما انه قريب. انا عايزه اشرب سحلب لو في سحلب. في سحلب لو في. خلاص ممكن كابتشينو. في بقى الحلويات. عارفين روستري اللي كان في شارع فؤاد قبل كده؟ هو ده بس التحديث بتاعه يعني. دي الطلبات اللي جت. طلبنا واحد سحلب هنا، واحد سحلب هناك. ماما في ساندوتش جاي للاطفال لسه ما جاش. ورضوى طلبت هوت شوكليت ده. المفروض جايبين بطاطس لليلى اللي هي منطلقه دي في كل حته.
وده بقى ماتش شغال دوري انجليزي. ثانيه عشان اجربه لكم اهو دوري انجليزي ده. بس بقى هنخلص المشروبات كده ونشوف بعد كده هنعمل ايه. الساندوتش بتاع ماما جت. ده ايه ده ماما ده؟ بيف بالجبنه. ماشي ده روز بيف بالجبنه وبطاطس. احنا جبنا عشان نجيب البطاطس يعني الليله، فاضطرينا نطلب ساندوتش معاها عشان مش هينفع نطلب بطاطس لوحدها وكده. وليلى بقى قاعده تاكل البطاطس بس كده. يعني يلا. عايزه اقول لكم قولوا لي لو فيديوهات اسكندريه بتعجبكم روتين ولا عايزين اماكن تروحوا كده. لاني مش عارفه الفتره الجايه اصور لكم مثلا روتين في البيت ولا اصور لكم اماكن في اسكندريه عايزين تتفرجوا عليها وبتاع. فانتوا بقى تقولوا لي في الكومنتس وكده انتوا عايزين تتفرجوا على ايه. استوبيا. لا استوبيا. استوبيا. تتفرج على ايه؟ انا بتكلم لازم تحترم كلامي. قولوا لي بقى عايزين ايه في الكومنتات وكده وبس. قولوا لي اخر حاجه انتوا عايزينها. ماشي خلاص نشوف بقى نكمل نعمل ايه. خلاص احنا جينا الشارع ده نركن العربيه. خلصنا يعني الكافيه وكده فالمفروض مروحين. فماما شافت بقال اسمه نوفل اللي ساكنين هنا. قولوا لنا ايه البقال ده ايه. اكيد عارفينه يعني اسمه البان نوفل. احنا في الشارع اهو بتاع البيت يعني. هنخش بقى نجيب شويه حاجات من هنا كده ونكمل. يلا بينا. هاتي ثانيه. هنجيب دلوقتي طلبات البيت. هاتي ده ولا نجيب الكبير احسن. بصي ماما في بسمسم ده كمان. شوفي كده شوفيهم طازه ولا لا. طازه اعتقد ده احلى. ولا انت رايك ايه؟ خلاص هاتي اللي فيه 4 ده. محدش هياكله اصلا. انا هاكل منه بس. ماشي هنكمل. ماشي خلاص كفايه كده. وهتجيبي جبنه بقى. هنكمل نجيب جبنه والحاجات دي يعني وبيض. احنا بقى نجيب الجبنات بس شكل حاجته كويسه يعني. شكل حاجته جميله. دي جبنه تركي. وريني. انا بحب اللي هي بتبقى فيها زيت دي. وريني ماما. بتبقى مزيته دي. بس هنجيب جبنه بيضه وبس وعيش. هتجيبي حاجه تانية؟ وعنده هنا حلاوه وعنده كل حاجه يعني. لا لو عنده حجازيه. بصي الحجازيه ماشي. وعنده حجازيه. لا مش عايزه اكل حلويات. ماما بس كده بقى. هنروح نحاسب على الحاجات دي ونطلع نروح على البيت على طول. خلاص جبنا الحاجات ومروحين بقى على البيت اهو. عايزه اقول لكم ليلى اخيرا بدات تتعود عليهم يعني واحده واحده على ليلى وعلى رضوى وكده. بس هنمشي بقى اخر الشارع ده وهنروح على البيت على طول. مرهقه جدا عايزه اقول لكم يعني. من ساعه ما جيت مصر وانا عايزه انام يعني. عايزه انام 24 ساعه. مش عارفه ليه. ممكن مثلا الارهاق طول الطياره ولا الارهاق في تركيا هنا خلاني عايزه انام على طول هنا. اللي هو لقيت بقى حد بقى يعمل لي اكل وممكن انام وكده فحاسه ان عايزه انام. بس بقى يلا نكمل. بس خلاص كده المفروض وصلنا البيت بعد عناء مع الاطفال. ما عرفناش نقعد كتير في الكافيه بسبب الاطفال وكده. الفلاش مش مبينني خالص. بعد كده هشيل الفلاش ده خالص. كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى خلاص وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتير في اسكندريه. المره الجايه بقى نكون خارجين بقى الصبح وبتاع وبس. نشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي. مش باي باي يا ماما. باي باي. يلا باي باي.